موجودين ومستحوذين على السوق المصري، وهم دول واخدين اعلى فلوس واعلى بيع. هم دول اللي بيلوا دراع الحكومه، هم دول اللي بيحددوا الزياده والنقص، هم دول اللي لما بيقعدوا يتفقوا مع بعض انت يعني اعتبر ان كده خلاص اتفقوا على المريض المصري. بس احنا بنعكس الايه، هي المفروض الحكومه تمام. تلو دراع اي راجل اعمال واي صاحب شركه ادويه، مش يعني انت بتقول لي العكس، ده ما ينفعش. هقول لك ليه بقى. ده وزير للاسف طبيب، احنا مشكلتنا انه مش فاهم في الدواء كويس، مالوش علاقه بيه، هو عباره عن دكتور بشري، دكتور بشري مالوش اي علاقه بموضوع الدواء، تقعد تتكلم معاه عشان تفهمه الواقع اللي بيحصل ما بيعرفش. زي ما بيتكلم عن موضوع الانسولين، يعني ذكر الانسولين ان احنا في شركه وطنيه هي الشركه اللي قللت موضوع الانسولين وهي اللي عملت الازمه، واصلا ما فيش ازمه. الانسولين مستورد بيتجاب بالدولار من 8 جنيه 80 ل 16 جنيه، حصل الفرق دوت خوفا على ان اللي يحصل تخزين ويتم بيع الادويه لاصحاب اللي يخزنوها، قللنا الكوتا. نزلت الكوتا من ما كانت مفتوح لنزلت ل 20 وبعد كده ل 10 عشان تعمل. ازاي انت بتقول لي الوزير، يعني ازاي يبقى وزير الصحه في مصر مش فاهم حاجه، وازاي هو بقى وزير؟ يعني انت بتكلمني على وزير الصحه مش فاهم في الدواء، انا بقول ايوه في مش فاهم حاجه في الدواء. طيب ازاي مالوش هقول لحضرتك المفروض يبقى في معين مساعد معاه، هو معاه ماشي. لكن احنا بنتكلم الشؤون الصيدليه. بتكلمني ان هو كده، ان هو يعني مش عارف يتعامل مع الازمه ومش فاهم حاجه في الازمه. تمام. حضرتك احنا مرينا بكام ازمه خلال تولي الوزير ده؟ المحاليل، اللبن، مستلزمات، غسيل الكلى، كلها بتبين انه مش فاهم حاجه في الدواء. احنا محتاجين هيئه عليا للدواء، الهيئه العليا دي يمسكها خبير تسويقي صيدلي فاهم في كل خبايا السوق، عنده خبره، هيبقى عارف حتى لما يتقال له القرار كذا، عارف هيضر المواطن ولا لا، عارف هيأثر على دخل الصيادله ولا لا، عارف هيفيد البلد ولا هيفيد التجار المحتكرين اللي هم بس جايين يمصوا الشعب الغلبان بس. طيب هو بقى اكيد الوزير عنده مجموعه من المستشارين في كل حاجه في كل المواضيع، واكيد كل القرارات اللي بياخدها يكون بيدرسها. فانت بتفهمني ان هو كده كانه ما عندوش حد، يعني هو كان الوزير مش شغال واللي حواليه مش شغالين، يعني المنظومه كلها فاشله. يا فندم لو بيدرس ما كانش نحط نفسنا في ازمات حلها ابسط من البساطه. موضوع اللبن ده ازمه افتعلت وايقاف الشوارع والدنيا اتقلبت دكتور كريم، يعني دلوقتي حضرتك تقول ان الوزير هو حطنا في الازمات دي؟ طبعا هو السبب في كل الازمات اللي احنا فيها، قراراته غير مدروسه، قراراته كلها